السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا يهم كل الناس اللي بتعمل تجميعات تحت المتوسطه والناس الجيمرز. لو عايز تعمل تجميعه بسيطه وتجيب كارت شاشه مستعمل، تنقيه ازاي، ايه الانواع الموجوده، ازاي تجيب او ايه الحجم المطلوب، 2 جيجا 3 جيجا. ولو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تعمل لنا لايك وتشترك في القناه، بنقدم حاجات كتيره جدا، بنتكلم في مواضيع كتيره، وان شاء الله اكيد هتلاقي موضوع من المواضيع دي تهمك. زي ما احنا شايفين النهارده معانا كارتين مستعملين يعتبروا من الحاجات اللي تقريبا موجوده في السوق. في طبعا منهم حاجات مش موجوده، في حاجات موجوده. الكارتين دول الاتنين 750 تي اي من شركه جي فورس نيفيديا، بس واحد من شركه زوتك وواحد من شركه اي فوكس. يمكن ما سمعتوش كتير عن اي فوكس دي، بس هو يعني اللي معانا من الشركة دي. وزي ما انتم شايفين الكارتين يعتبروا حالتهم كويسة شوية. طب تنقي ازاي، ايه الحكاية، تعمل ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم في كل الموضوع او في كل المواضيع ديت. وطبعا زي ما انتم شايفين اول كارت اللي هو ال 750 تي اي من جي فورس زوتك. الكارت مع علبته دي طبعا نقطة مهمة جدا، معنى كده ان صاحبه كان بيحافظ عليه. وزي ما انتم شايفين الكارت حالته تعتبر الى حد ما كويسة، مفيش كسر مفيش اي حاجة. هتبص طبعا على الكارت على المداخل بتاعته، زي ما انت شايف المداخل بتاعته اتش دي ام اي، دي في اي، والفيجا او الار جي بي زي ما بيسموها. هتقلب في الكارت يمين شمال كل حاجة، تشوف الهيت سينك بتاعته سليمة، مكسورة او فيها حرق، فيها اي حاجة. الكارت زي ما احنا شايفين شكله ما شاء الله، وشكله حكاية. بس تعالوا بينا نلف كده الكارت ونشوف المفاجأة اللي ورا. الكارت زي ما انتم شايفين فيه استيكرات كتيرة قوي من ورا، ده معناه انه متصلح اكتر من مرة كمان. وزي ما انتم شايفين كل واحد صلحه حط ستيكر على مسمار، وده شيء مهم جدا تخلي بالك منه. طبعا تبص على كل الايسيهات كده من ورا ان هي مش محروقة مش ملسوعة، اللون واحد، مفيش واحد مصفر شوية واحد بني شوية، ده معناه انه اتحرق او اتلسع، اللي هو البني او المصفر شويه. وتخلي بالك زي ما قلت لكم برضو من هتلاقي ورقه ورا مكتوب عليها طبعا تفاصيل الكارت بالملي، وحتى المداخل والمخارج. وزي ما انتم شايفين الكارت شكله حلو جدا وما فيهوش حاجه، بس برضو انتوا خدنا بالنا بعد ما بصينا عليه انه متصلح وفي مشكله. ده كارت طبعا ليه مخرج 8 بن، ده معناه ممكن يكون الكودا كور بتاعته عاليه، التنسور كور بتاعته عاليه، بس للاسف طلع انه متصلح. وزي ما انتم شايفين بتبص على كل حاجه، قدرت حتى تشم الكارت ناحية الهيت سينك بحيث تعرف اذا كان ممكن يكون مش باين بس يكون محروق من جوه، ويكون في ريحة شياط خفيفة. طبعا الانسبكشن بالنظر او اللي هو ان انت تشوفه بالنظر ده شيء مهم جدا. ده نقول مثلا حوالي 50 او 60% من ان انت بتنقي كارت فعلا شغال وكارت سليم وكارت مفيهوش حاجة. طبعا انه معاه البيت، وده شيء انه صاحبه كان بيحافظ عليه، مش مجرد ان هو خد العلبة ورماه. وبرده زي ما انتم شايفين مكتوب عليه طبعا الكارت اللي معانا 2 جيجا، يعتبر بداية الموضوع. طبعا لما تنزل هتلاقي حاجات كتيرة جدا، هتلاقي 4 جيجا و6 جيجا و8 جيجا. الكارت اللي معانا التاني برضو نفس الحكاية من شركة اي فوكس. كارت زي ما انتم شايفين مروحة واحدة، نفس الموضوع برضو 750 تي اي، مكتوب نفس الكلام عليه على الظهر برضو كل حاجة. هتلاقي حتى مكتوب المخارج بتاعته ان هي اتش دي ام اي، دي في اي، والفيجا. هتبص برضو كل حاجة، هتبص بالنظر كده على كل الحاجات، ما فيهوش كسر ما فيهوش شرخ، كل حاجة شغالة تمام. ده طبعا بوريكم الفرق ما بينه وما بين الكارت التاني. الكارت الاي فوكس ما فيهوش اي تصليحات، ما فيهوش اي حاجة من ورا، وهو بصوا ما فيهوش اي حاجة. ده طبعا الاستيكر اللي موجود ده حد كان بيحاول يفكه، اللي هو المسمار اللي عليه الاستيكر الاسود ده، بس طبعا ده الاستيكر بتاع المصنع، والكارت ده متفكش مفيش اي حاجة. طبعا ممكن لما تجيب الكارت يسخن منك، لما تجربه يسخن منك وتحس ان في مشكله. ممكن يكون الموضوع بس تغيير المعجون الحراري، لان طبعا كارت بالعمر ده تقريبا من 2012 او 2011 كمان، ممكن يكون السيرمال بيست حجر وبقى خلاص ناشف، فما بالتالي ما بيقومش بوظيفته.
برضو اهم حاجة في الموضوع ان انت لو قدرت ان انت تاخد الكارت معاه، يعني تجرب الكارت قبل ما تشتريه وقبل ما تدفع فلوسه، لو سمح لك ان انت تعمل بالفورك مارك مثلا، ببرامج اللي بتعمل التنشن على الكارت او الستريس تيست، يا ريت ان انت تقدر تعمل كده، هيبقى شيء كويس جدا. وطبعا على فكرة ده بيتم في الكروت العالية، يعني انا كنت مثلا هشتري كارت 2080 او حاجة، فلما بقول له انا طبعا مش هشتريه قبل ما اعمل له ستريس تيست، قال لي اوكي، عايز تعمل له على جهازي ماشي، عايز على جهازك بحيث نركبه ونجربه، تجيب معاك الكيسة بتاعتك ونجربه ماشي. وده مهم جدا، لو قدرت مفيش مشاكل، يا ريت يعني يستحسن ان انت لو قدرت مفيش مشاكل. وزي ما احنا شايفين الراجل صاحب الكارت بتاع اللي هي الاي فوكس دوت محافظ عليه وسايب حتى عليه الورقة، يعني حتى الورقة اللي ملزوقة دي سايبها عليه، وده يعتبر شيء كويس، معناه برضو ان هو بيحافظ على الكروت بتاعته. تعالوا بقى نستعرض كده الاتنين مع بعض ونشوف الفرق ما بينهم وما بين الحجم وما بين كل حاجة. هتلاقي طبعا انه كل يعني ده الاتنين 750 تي اي او الاتنين جي اكس 950 تي اي، بس طبعا بينزل منهم نسخ لان الشركة المصنعة بتعمل الجي بي يو بس، او بتعمل اللي هي نفيديا الجي فورس بتعمل اللي هي العقل الالكتروني بتاعه او الجي بي يو الاساسي بتاعه. وبقيه الشركات بتبدا تحط اللي هي الموسفيتس، وتحط الاي سي هات والوحدات التبريد والفي رام بتاعته والكلام ده كله، لكن العقل الاساسي بتاعه طبعا ده شركه جي فورس او شركه نيفيديا هي اللي عاملاه، وهي اللي بتحط المعايير وبتحط كل حاجة بحيث ان الشركات تبدأ تصنع عليه، وتبدأ النسخ منه تبقى متعددة. يعني يا رب نكون قدمنا لكم حاجة حتى لو بسيطة، فدناكم معلومة بسيطة. الموضوع يا جماعة سهل مش صعب، ما تصعبوش على نفسك، بس أهم حاجة واحدة واحدة كده وانت بتشتري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوناش باللايك والشير.